안녕하세요. هاي هاي، عاملين ايه؟ احنا خلاص في شهر 12. يعني يعني احنا في شهر 12. يعني مش ناوي تفوق؟ مش ناوي تقول خلاص انا هستحمل وهتحمل المسؤولية اللي اتحطت عليا وهو ماشي في اللي ورايا ايه ولا ايه؟ شهر 12 ده اخطر حتة واخطر مرحلة في الثانوية. ليه؟ لان انا في الفترة دي باخد جديد وناسي قديم. القديم ده انتحر، انا اصلا مش فاكر منه ايوتها حاجه، والجديد بيتاخد. فانا في النص، انا برقص على السلم، لا لاحق الم في المتراكم في القديم ولا لاحق على الجديد. تعمل ايه؟ تمشي في الجديد. يعني ايه؟ يعني تمشي في الجديد. ثانيه بس، كده احسن. معلش خلوها في موضوعنا. عشان انت لو فضلت تلمي في القديم وفي المتراكم الجديد هيتراكم عليك، فهيفضل عندك احساس دائم بان انت متراكم عليك، والاحساس الدائم بالتراكمات ده مش حلو خالص. ده هيكسر في نفسيتك سنة 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 لحد ما هتفيص في النص. يا لهوي، كمان لو فيصت في فترة المراجعات يبقى انت كده ايه؟ شلتها يا كروديا وش. فاللي هو انت دلوقتي تمشي في ايه؟ تمشي في الجديد، ولو قادر تجمع حاجة من القديم روح هاتها. يعني انت مثلا هما 7 مواد، انا بتكلم عن علم علوم. انا معرفش بصراحة لا ادبي كام مادة ولا علم رياضة كام مادة، تمام؟ يعني علم علوم 7 مواد، صح؟ ولو انتوا غيرتوهم من ورانا ولا ايه؟ مهم. انت مثلا اونلاين او اذا كنت سنتر او اونلاين على حسب ما انت بترتاح في ايه، بس انا يعني برجح اكتر الاونلاين، وعلى حسب ما انت برضو بترتاح في انهي. قادر تخلي المواد بتاعتك كلها جديد، انت بتلم في جديد، انت متابع مع المدرسين جديد بجديد. انا خدت درس النهارده بذاكره وبحل عليه بس. انت متابع جديد. التراكمات دي لو وقتها هنلمها فيه ازاي؟ انت عندك 7 ايام في اليوم، 7 ايام في الاسبوع، 7 ايام في اليوم، 7 ايام في الاسبوع، تمام؟ 7 ايام دي تقدر تخلي 5 2، 5 تلمي فيها جديد، انت متابع فيها الجديد مع المدرسين، تمام؟ اليومين دول تعمل فيهم ايه؟ تحاول تجيب اي حاجة من القديم. يعني انا مثلا عندي 7 مواد، مقسم ايامي مثلا يوم السبت عندي احياء عند دكتور الجوهري، وعندي مثلا عربي عند دكتور محمد صلاح، وعندي مثلا حصة فرنسي هطلع لها السنتر او whatever كان ايه، تمام؟ فاللي هو انت مظبط الدنيا، بترجع من الدرس انت بتذاكر وبتظبط الدنيا والدنيا تمام. طب ماشي، ما في متراكم هعمل فيه ايه؟ ماشي، ما انت اكيد مش اليوم كله بتخرج فيه، او اذا كنت اونلاين اكيد مش اليوم كله فيه محاضرات بتنزل. او انت ممكن تعمل لك جدول انت بنفسك غير مواعيد غير مواعيد المدرسين. انا مقسم جدولي على 5 ايام في اللي هو الدراسة العادية. طب ماشي، في يومين انا مخليهم ليه؟ الم فيهم المتراكم. عامل جدول اللي هو مثلا عندي متراكم عليه كام حاجه في العربي كده، تمام؟ كام حاجه في الاحياء، تمام؟ كام حاجه في الفرنسي، تمام كده، تمام؟ فانا عارف المتراكم عليا وحددتهم. مش انا حاسس ان انا متراكم عليا قد كده هو في الاحياء. يعني كام درس؟ يعني ايه برضو؟ مش عارف بصراحه، بس انا حاسس ان انا متراكم عليا كتير، بس اللي هما ايه؟ انت مش محددهم، فانت محسس دماغك ان المشوار طويل جدا. فطول ما انت حاسس ان المشوار طويل مش هيبقى عندك لا انرجي ولا عندك قدرة ان انت تروح تلم حاجة. فلا، حددهم وخلي المتراكم واضح. انا واضح ان انا متراكم هنا في الاحياء الدرس الاول والتاني والتالت، ايوه انا عارفهم، فخلاص كده انا عندي يومين باخدهم في البيت بلم فيهم متراكم. فانا اكيد مش هذاكر اليوم كله احياء عشان ما اقرفش وكده. فلا، مثلا ممكن ايه، اخد النهارده مثلا درس مع مادة مثلا فيزياء متراكم عليا فيها حاجة، فانا ممكن الم فيزياء. بكرة ممكن اخد معاها كمان درس والم مثلا حاجة تانية متراكم عليها فيها حاجة تانية كمان. واحدة مع واحدة هتلم. لكن ان انت شغال في قديم بس وسايب الجديد، ما هو الجديد هيتراكم، فاحس ان انت دايما عليك متراكم، مش حلو. هيخليك يائس وهيخليك محبط، واللي هو دايما متراكم، مهما بذاكر عليا متراكم، مهما بذاكر عليا متراكم. اللي هو خلاص بقى، ما انا كده كده متراكم. يتلموا ايام المراجعه، يتلموا، مش كلهم بيقولوا السنه طويله، كلهم بيقولوا ايام المراجعه بتلم. يلا بقى يتلموا في السنه الطويله دي، او يتلموا في ايام المراجعه الطويله بقى. يلا بقى، ما بدهاش، ما تقرفنيش، لا. هي طويله لكن والله ما هتحس بيها.
انا ما حسيتش بيها، مش ما حسيتش بيها، ان هو كانوا دايما بيقولوا السنه طويله وبتاع. انا حاسه ان السنه جريت مني. حاولتي تخلي الايام كده وتحدد مثلا يومين على الاقل تلمي فيهم حاجه في القديم، بحيث ان ايه، لا تضيع ده ولا تضيع ده. ما لا يؤخذ كله لا يترك كله، وانا مش فاكراها فانا بهبت. تمام. اللي هو معناها يعني ايه، نص العمى العمى كله كده. تمام. بس تاني حاجة ومهمة جدا جدا جدا، ودي انا وقعت فيها ذات نفسي، بلاش تذاكر مادة على حساب مادة تانية. يعني ايه؟ هقولك يعني ايه. يعني حضرتك ما تقعديش مثلا تذاكر لي في الاحياء، انا كنت بذاكر دايما في الأحياء، انا مكتئبه زعلانه انا هذاكر، هفتح الجوهري على طول هذاكر احياء. بس اللي هو ايه، ما تذاكرش ماده على حساب ماده. يعني النهارده هذاكر احياء، بكره احياء، متراكم عندي مش عارفه ايه في الاحياء، فانا الم احياء. وراكنه الفيزياء، ادتني خازوق في الامتحان محترم. فهو بلاش تذاكر مادة على حساب مادة تانية. ذاكر المواد كلها زي بعضيها ولمي في المواد كلها زي بعضيها. بلاش تركن مادة وتخلص في مادة. مش حاجة وحشة انك تخلص في مادة، بس اللي هو ما تسيبش مادة مركونة فيها جبال بتكبر، انت هتتنفخ جامد. وبالذات اللي هو مثلا زي العربي، زي الاحياء، زي الكيمياء، زي الفيزياء، دي مواد عايزه حل كتير وعايزه افكار. مش مجرد انك تاخد المعلومه، انت لازم تطبق عليها وتبقى واخد عليها افكار وحل عليها مسائل كتير. ووقت المراجعه مش هيسيعك ان انت تعمل الحاجات دي. اللي هو وقت المراجعه وقت مراجعه، مراجعه مش مذاكره. تمام. وهي نقطة كمان، اللي هو طبعا الفترة دي في احساس معظمكم اكيد حاسس بالتوهان، وان هو تايه، وان هو الدنيا لعبكت، الدنيا قلبت جد ولا ايه. لا، ما كان الحوار تقل. طبيعي، طبيعي. والناس كلها عارفة انتوا بتتعبوا قد ايه، كلنا معترفين انتوا بتتعبوا قد ايه، ومحدش بيقلل من الضغط اللي انتوا تبقوا فيها. بس صدقني، والله فرحة يوم النتيجة تستاهل. فرحتك وانت داخل ورجلك بتخطي اول سلمة في الكلية اللي انت كان نفسك فيها تستاهل. الفلوس اللي بتتصرف عليك تستاهل. الثانوية مصاريفها مش قليلة خالص، ده يمكن صرف عليا 2 مليون في السنة دي. انا بأفور اوكي، بس هو كان مبلغ محترم. بس دروس، اشتراكات، كتب، مراجعات، ملازم، حوارات. فبلاش بيتصرف عليك وبيتعب عليك، وفي بني ادم وبني ادمة حاطين املهم فيك. بلاش تخذلهم. اعمل اللي عليك، وفي الاخر اللي كاتبه ربنا هو اللي هيكون. ده مش معناه ان انا اتواكل في اتواكل واتوكل، اللي هو كده كده اللي كاتبه ربنا هيكون بقى، ومستقبلي مكتوب، فاللي هو ايه، خلاص. لا، ده كده تواكل، كده عادك بتستهبل، انت كده بتستهبل، لا مؤاخذة يعني. لا، انا بعمل اللي عليا وانا متوكل ان ربنا مش هيضيع تعبي، وان انا هلاقي ثمرة تعبي ده في الاخر. اعمل اللي عليك، وربنا رب الخير لا يأتي الا بالخير. يعني انت خايف على مستقبلك وهو بايدين ربنا، يعني عملتها ازاي دي؟ هتتوتر، هتخاف، هتقلق، ده طبيعي، لكن خلي الايمان عندك زيادة سيكة. انا ربنا شايفني، وشايف ان انا بجيب اخري، وان انا بذاكر، بروح الدرس وبرجع اذاكر وبحل اللي ورايا وبحاول الم واعمل كل حاجه اقدر عليها. خلاص. يعني هتعمل ايه اكتر من كده؟ هتعيش 24 ساعه في 24 ساعه؟ مش آلة، مش روبوت والله، يمكن حاجه جديده تتطور لكن مفيش الكلام ده دلوقتي. فاللي هو ما تحملش نفسك فوق طاقتها. لقيت ان انت وصلت في فتره مش مستحمل، خد بريك. مش حرام. مين قال ان الثانويه ما فيهاش بريك؟ لا، فيها بريك. شد حيلك، ربنا يوفقك وييسر لك امرك، وينولك بصرك وبصيرتك، وينولك الخير، وينولك حلمك اذا كان الخير ليك. بس كده. السلام عليكم.